السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بما ان انا سافرت اليومين اللي فاتوا دول الغردقه، الناس اللي متابعه معايا الصفحه اكيد عارفه اللي حصل. تعرضت طبعا لموقف الشحن بالدي سي، او احتجت ان انا اشحن دي سي في المحطات سواء وانا رايح او وانا راجع، فاحتكيت بموضوع المحطات والشحن اللي في المحطات ده زياده شويه. انت مش هتحتك بيه قوي غير في موضوع السفر. بالتالي انا لما سافرت الفتره اللي فاتت دي حسيت ببعض الحاجات او قابلت بعض الحاجات اللي لازم اوضحها لحضراتكم، يعني من باب الامانه. من باب الامانه طبعا موضوع الادابتور ده حاجه اساسيه بالنسبه لنا كملاك عربيات كهرباء، وخاصه كل العربيات الاستيراد، سواء بقى عربيه امريكي زي بتاعتي، عربيه صيني زي الاكثر انتشارا، فكل ده بيحتاج ادابتورز. طيب، لفت نظري حاجه مهمه قوي، ان في ناس بالنسبه لموضوع الادابتور بقى تحديدا بتروج او بتتكلم دايما عن الادابتور 400 امبير، ان لا انا شايف ان الادابتور 400 امبير افضل. انا شايف ان ده بيقولوا لي ان الادابتور 400 امبير افضل. هو ما فيش افضل وفيش اسوأ. خلينا بس نتكلم بشكل علمي علشان لازم المعلومه توصل لحضرتك وتبقى فاهم بالظبط انت بتجيب الادابتور ده ليه، والادابتور ده اصلا بيشتغل ازاي. الحته دي مهمه قوي لكل الناس اللي راكبه عربيات كهرباء او هتركب عربيات كهرباء. الادابتور يا جماعه باختصار هو جهاز بيربط ما بين بروتوكولين شحن مختلفين. الاكثر انتشارا في مصر هو البروتوكول اللي هو الاوروبي، او محطات بتبقى اللي هو اللي زي ده كده. محطات الشحن هو اغلبها بروتوكول اوروبي زي ده، وعندنا العربيات اغلبها اللي هو الصيني اللي زي ده. طيب، احنا بنعوز الجهاز الجميل ده علشان نعمل بيه ايه؟ علشان نربط ما بين البروتوكولين دول، ده وده. ده اللي بتيجي بيه العربيات الاستيراد، والبروتوكول الاوروبي اللي هو الناحيه دي ده اللي هو بيبقى موجود في محطات الشحن، اغلب محطات الشحن في مصر. طيب، ايه الفرق بقى في قدره الشحن ما بين البروتوكول او ما بين الادابتور ال 300 امبير وال 400 امبير؟ نمشي معايا ستيب باي ستيب كده هتفهم الموضوع كويس قوي، وهتفهم بجد اهميه الموضوع ايه. طيب، احنا عندنا الادابتور اللي هو ال 300 امبير ده بيشحن لغايه 144 كيلو وات. طب عرفنا منين؟ جبنا منين الرقم ده؟ ايه الفتي ده؟ لا، ما هو مش فتي. الموضوع باختصار كده ان احنا بنحسب الفولت بتاع التيار اللي داخل للادابتور اللي هو 480 فولت. احسب معايا كده واضرب معايا وقول لي لو انا غلطان. وفي الامبير اللي هو مثلا ده ال 300 امبير او ال 400 امبير او ال 500 امبير او ايا كان، في كام 250 امبير كان شغال برضو قبليه. يعني اضرب في الرقم اللي هو بتاع الفولت بتاع الامبير بتاع الادابتور على الفولت بتاع الادابتور برضو. تمام كده؟ الفولت بتاع الادابتور ده مثلا 1000 فولت. تمام كده؟ بيطلع لحضرتك رقم. طيب، في حالة ال 300 امبير ده هو بيشحن لغاية 144 كيلو وات. طيب، في حالة الادابتور اللي هو ال 400 امبير بيشحن تقريبا لغاية 192 كيلو وات تقريبا. طيب، عشان احنا غيرنا الرقم اللي في البسط فوق مش في المقام 1000 كده كده في الاتنين، و480 بتاعت التيار اللي داخل علينا ده الفولت بتاع التيار ده برضو ثابت. ال 300 او ال 250 او ال 400 هو الرقم اللي في البسط فوق هو اللي بيتغير. طيب، الناس بتقول لك الله، طب ما انا اجيب يا عم ادابتور يشحن 192 احسن من ال 144. كلام حضرتك مظبوط طبعا. طبعا كلام قولا واحدا صح، بس في حال ان اصلا عربيه حضرتك تتقبل الدي سي بالشحن الكبير ده، وده ممكن يكون وارد في بعض العربيات مش في كل العربيات. يعني مثلا عندك السيجل مثلا اخرها 90 كيلو وات تقريبا، يعني على ما اتذكر، او 60 كيلو وات كمان على ما اتذكر. ففي عربيات ما بتتقبلش اصلا الا ارقام محدده، فانت لازم تعرف عربيتك بتقبل لغايه كام. في عربيات بتقبل لغايه 100 110 140 سونج بلس مثلا. تمام كده؟ طيب، في عربيات ما بتقبلش اعلى من كده، سونج بلس 140 او 160 تقريبا على ما اعتقد. يعني الناس صحح لي برضو المعلومه، يعني انا مش فاكر كل العربيات، يعني مش حافظها كلها طبعا، بس هي 140 160 تقريبا السونج بلس اخرها اصلا. فانا بتعجب واحد جاي يقول لك انا سونج بلس ومثلا عايز ادابتور
400 امبير. طب حضرتك اصلا العربيه اصلا ادابتور 300 امبير ده بالنسبه لها ساتسفايد جدا جدا، يعني ده اخرها اصلا، فما تدفعش فلوس اكتر في حاجه انت مش هتستخدمها. ده جزء او دي جزئيه او ده نص، يعني حاجه مهمه قوي. طب النص التاني بقى والاهم بقى والاكبر واللي انا عملت لكم عليه احصائيه بقى، يعني ده كمان جزء انا عملت عليه احصائيه علشان نقدم معلومه كامله زي ما اتعودتوا مننا. يعني احنا دلوقتي عندنا في شركات الشواحن في مصر ما شاء الله الله اكبر 5 أو 6 شركات كمان ما شاء الله هي اللي موجوده ومنتشره على الارض، اللي موجوده فعليا يعني. طب الاكثر انتشارا بقى هم 3 شركات، انفينيتي وشاحن وايكاروس. الثلاثه دول طبعا معروفين لاغلب او لكل الناس اللي راكبه عربيات كهرباء، طبعا عارفين الشركات دي. بس انا جبت لكم النهارده احصائيه مبسطه كده لشواحن الدي سي وقدراتها اللي موجوده في ال3 شركات دول. احنا عندنا مثلا في شركه انفينيتي في عندنا 9 شواحن موجوده. بص انا بقول لحضرتك الرقم بالظبط، وخش على الابلكيشن معايا، واللي شايف ولو انا قلت رقم غلط ارجوك خش وصحح لي، عشان انا بحترم كل الناس اللي بتخش وتصحح لي معلومات على راسي طبعا. احنا عندنا في 9 شواحن موجودين من 100 كيلو ل 150 كيلو وات، من 100 كيلو وات الى 150 كيلو وات. 9 شواحن في انفينيتي. عندنا في مثلا شركة شاحن عندنا في 7 محطات شحن موجودة من 50 كيلو وات، او دي اعلى حاجة عندهم 50 كيلو وات اعلى حاجة. يعني مثلا في انفينيتي عندهم 150 كيلو وات كويس، وعندهم المحطات اللي هي من 100 ل 150 كيلو دي 9 شواحن موجودة، 9 بس على مستوى جمهورية مصر العربية. طيب شركة شاحن اعلى حاجة عندها 50 كيلو وات، ما عندهاش اعلى من كده اصلا. طب هم كام واحدة؟ هم 7. ده بالنسبة لشركة شاحن. طب شركة ايكاروس عندهم 26 محطة 60 كيلو وات، ودي حاجة كويسة، العدد كبير ما شاء الله، 26 محطة بس اخرهم 60 كيلو وات. طيب عندهم محطتين 2 120 كيلو وات، محطتين 2 120 كيلو وات. طيب لو قلنا مثلا دلوقتي الشواحن اللي فوق ال 120 كيلو وات هم 2 في ايكاروس، وفي انفينيتي تقريبا شاحن واحد 150 كيلو وات. فهم 3 شواحن في مصر اللي فوق ال 120 كيلو وات، من 120 ل 150 3 شواحن. طب ده نتيجة يعني ده جه بعد قد ايه بقى؟ ده جه بعد سنين من الكفاح يعني المسلح لغايه ما وصلنا ان يبقى في 3 شواحن في مصر من 120 ل 150 كيلو وات. طب الادابتور ده حضرتك بيديك كام بقى؟ الادابتور ده بيديك 144 كيلو وات، يعني ده هيبقى كومباتبل على كل محطات الشحن في مصر. طيب لو قلنا بقى طب ال 400، طب ما احنا عندنا 400 وبنجيب ال 400، حضرتك ما تجيبوش الا لو عربيه حضرتك ما بتقبلش الا ال 400 كيلو وات، سوري ال 400 امبير. غير كده هتجيبه ليه؟ انا والله بكلم حضرتك بامانه، هتجيبه ليه بقى؟ هتقول اصل المستقبل يا فندم. بقول لحضرتك احنا عندنا 3 شواحن في مصر، بعد 10 سنين عربيات كهرباء بقوا 3 شواحن. ف يعني بجد والله الموضوع يعني لازم يبقى فيه وعي شويه، لازم الناس يبقى عندها وعي، لازم الناس تفهم ان ما تشتريش حاجه ملهاش لازمه. ده اللي انا بتعجب له بقى، ان في ناس بتقول لك لا والله ده انا عايز ال 400، انا ماليش دعوه، انا اجيب ال 400 عشان المستقبل. المستقبل ايه يا فندم؟ انت ممكن عربيه حضرتك اصلا ما تكونش بتقبل، او لو ظهر محطات اصلا اكتر من 144 كيلو وات هتظهر امتى وعددها قد ايه؟ يعني حضرتك برضو 144 كيلو وات، انت متخيل قدره الشحن دي عامله ازاي؟ دي قدره شحن مرعبه، ده انا نفسي اقابل شاحن من دول اجربه اصلا. ده قدره شحن مرعبه يعني. فما تجيبش حاجه ملهاش لازمه وتدفع فيها فلوس زياده الا لما تكون فعلا محتاجها. القرش اللي حضرتك بتصرفه في حاجه زياده، لا معلش، حضرتك وفر ال7 8000 جنيه زياده دول وهات كابل شحن محطات، يبقى انت كده ضربت عصفورين بحجر، جبت الادابتر وجبت كابل شحن المحطات
والدنيا معاك زي الفل. تمام كده. ايكاروس طبعا يعني نرد بقى الناس الجميله. الحاج رضا ربنا يحفظك يا رب. والله انا ما اعرف تويوتا عملت ايه، انا مش متابع للاسف والله. كان اليوم عندي دوشه. يا ريت حضرتك تكتب لنا ربنا يكرمك يا رب. مش عارف هي سعاره العربيه النهارده كان المفروض تنزلها، اللي هي العربيه تقريبا، ولا مش عارف لسه ما نزلتش الحفله تقريبا. ايكاروس نرفع لهم القبعه، شركه محترمه والله. كل الشركات اللي موجوده عندنا في مصر شركات محترمه وكل التقدير ليها. ايكاروس بس عامله حاجه مميزه قوي بتاع الاميوليتور دي، عامله تقريبا حوالي 5 محطات اميوليتور. مش عارف بقى هتكمل عليهم ولا لا، يا رب تكمل اصلا عشان برضو تخدم شريحه اكبر من الناس بشكل اكبر ان شاء الله. شفت المهزله بتاعت تويوتا؟ ما اعرفش هي نزلت اصلا والله، ما اعرف اصلا. 60 كيلو وات تشحن العربيه في وقت قد ايه، و120 في قد ايه؟ ما هو على حسب البطاريه يا حاج، حسب البطاريه اصلا قد ايه. يعني هي البطاريه مثلا المنطقي كده والطبيعي لو البطاريه 60 وانت شغال بادابت سوري بمحطه شحن 60 دي سي والعربيه بتقبل ال 60، يبقى كده خلاص ساعه تمام. يعني فوق ال 2 مليون يا نهار ابيض الله العظيم بجد. ده احنا نرجع العربيات اللي بعناها ولا ايه؟ احنا بقى العربيه دي بمليون و550 و600 وحاجات كده ارقام، واعلى فئه واعلى مش عارف ايه. احنا نرجع العربيات من الناس ولا ايه؟ يا نهار اسود. فوق ال 2 مليون بكام بقى؟ يا نهار ابيض. الناس دي بتهزر والله العظيم. التوكيلات دي يعني بصراحه يعني مش عارف. مش هتورد على جنه. طيب نشوفكم على خير يا رب تكونوا استفدتوا بس من الحلقه بتاعتنا دي. سيليون 06 يا باشا. السيليون 06 بتشحن فيه، هي تقريبا البطاريه بتاعتها حوالي 74 كيلو وات على حسب انت واقف على انهي محطه شحن. فلنقل ان انت واقف على محطه شحن 60 هتاخد تقريبا حوالي ساعه و10 دقائق تقريبا يعني. رضا قال لك ماتت زيك. هي ماتت فعلا. هي كده اتذبحت. هي كده اتذبحت على الاخر يعني. والله فعلا صح. هو انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي او بتسعر ازاي بصراحه، بس لا الموضوع محتاج اعاده نظر كبيره جدا في موضوع التسعير اصلا في التوكيلات كلها بشكل عام يعني. انا حاسس ان الناس دي داخله تاذي العربيات الكهرباء اكتر ما بتفيدها والله. يعني موضوع الاستيراد والشركات الاستيراد خدمت الناس خدمات خزعبليه. خدوا بالكم مع وقف الاستيراد اللي هو مش رسمي اللي شغال دلوقتي، فعلا والله العظيم اللي معاه عربيه كهرباء يا جماعه فعلا معاه كنز بجد. لان التوكيلات ما بترحمش والاستيراد اصلا بقى صعب، وحضراتكم طبعا يعني عارفين القصه دي. فيعني ربنا يعدي الايام اللي جايه دي على خير ان شاء الله. يا رب نكون افدنا حضراتكم، بس ما تجيبش ادابتور اكبر من احتياجك.